صباح الخير يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا ميعادنا مع المشتريات الشهرية لشهر 5. وطبعا الاسعار زي الفل. طبعا لا، مش زي الفل ولا حاجة، يعني الاسعار مرتفعة جدا جدا جدا. بصوا، ميزانية الشهر النهارده هتكون 800 جنيه. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي الاساسيات بتاعه الشهر، اللي هو الرز والمكرونه والسمنه والزيت وكل الحاجات دي موجوده عندي. فانا جبت الاساسيات اللي انا محتاجاها النهارده. فمش هتلاقوا في المشتريات النهارده ولا سمنه ولا سكر ولا رز ولا مكرونه، عشان انا كنت جبتها في الفيديو الاخير اللي هو فيديو المشتريات بتاع رمضان. تمام كده. النهارده الفيديو ده ان شاء الله ب 800 جنيه. راجعه عند رب العالمين، راجعه ب 22 جنيه من ال 800 جنيه. الحمد لله، رضا. تعالوا نتابع مع بعض الفيديو وان شاء الله تستفيدوا منه. معانا النهارده عرض الاوكسي اللي هو اوكسي اوتوماتيك بنسيم اللافندر 2 كيلو ونص، ومعاهم كمان عبوه 900 جرام او 900 ملي صابون سائل مواعين. العرض ده كان عامل النهارده 149 جنيه 95 قرش، يعني 150 جنيه. كمان معانا العرض اللي هو كوروريل دوت، كان عامل 49 جنيه. هو فيه 4 حاجات، اللي هو 2 كلور ابيض، وكمان 1 كلور الوان، وكمان معاه الكلور بتاع الارضيات، مسح الارضيات، اللي هو 3 في 1 او 5 في 1 حاجه زي كده. بس فعلا حلو قوي وريحته كويسه. وهو اصلا المنتج كوروريل حلو جدا، يعني بديل لكلوركس. موجود في اسواق العصيم، وموجود كمان في كازيون، وكمان موجود في بيم، فلو لقيتوه هاتوه، فعلا حلو جدا. كمان معانا اللي هو فلوري، اللي هي سائل سائل الصابون السائل بتاع الايد. انا جبته المره دي بجوز الهند، هو ريحته كويسه فقلت اجربه. فكان عامل 22 جنيه ونص، وهو 500 مللي. تمام اهو، ريحته حلو على فكره، فجبته قلت اجربه. كمان هنا جبت بقى كذا نوع من الصابون. فكان معايا صابونه قمي، دي كانت عامله 9 جنيه، 9 جنيه 95 قرش يعني. ودي كانت كمان عامله اللي هو لوكس سحر الجمال، كان عامل 12 جنيه ونص الواحده. وكمان جبت اللي هو ريفيولي، كانت عاملة 8 جنيه ونص. جبت من كل واحدة نوع واحد. وكمان جبت اللي هو ديتول، دي كانت عاملة 7 ونص، ودي كانت عاملة 9 جنيه. تعالوا بقى كده، معانا هنا كمان ازازة اللي هي عافية، اللي هي عافية الذرة، كانت عاملة 65 جنيه. فانا جبت منهم ازازتين، كان عليهم عرض، فانا جبت منهم ازازتين بدل 75 جنيه، يعني في 10 جنيه فرق، فحاجة كويسة جدا. كمان هنا عاملة دريم اللي هي الفراولة، دي كانت عاملة 9 جنيه، اللي هو الظرف الواحد. هنا كمان اللي هو السكر السويتال ده، اللي هو 50 ظرف، بس الظرف فيه الكيس فيه بما يعادل معلقتين. فبصوا ده حلو قوي للي بيعمل رجيم او عنده سكر لا قدر الله، ربنا يعافيكم، او اي حاجه يعني، فمحتاجينها. سكر سويتال حلو جدا، والطعم حلو قوي، مميز قوي. يعني ما بيختلفش قوي عن الطعم الطبيعي للسكر الطبيعي يعني. فالعلبه دي كانت عامله 75 جنيه اهي. كمان معانا هنا خل. بصوا انا اول مره اجيبه، شاومين، اسمه شاومين. فالازازه دي كانت عامله 10 جنيه، فهجربه واقول لكم برضو هل هو كويس ولا لا. وكمان معايا اللي هو اللبن الاساسي، اللي هو اللبن البودره، يعني بجيبه كده احتياطي لو انا في معجنات او حاجه بحب احطه في المعجنات. فالكيس عامل 7 جنيه، هو 22 جرام. تمام كده. هنا كمان عماد افندي، اللي ما بقدرش استغنى عنده، كل شهر لازم اجيب كيسين او 3. فالكيس ده كان عامل 100 جرام، اللي قهوه تركي، بس بصراحه تحفه. بصوا انا جربت انواع قهوه كتير وبن كتير، بصراحه ما عجبنيش يعني. كل انواع البن بحس ان لا، يعني مش هو الطعم اللي انا عايزاه. فده ظبط معايا قوي، وكان عامل 31 جنيه. تمام، هي قهوه تركي بن محوج، تمام وفاتح. طبعا غيرت شاي العروسة، انا جربت ده بالصدفة الشهر اللي فات، فعجبني جدا يعني، بجد مختلف جدا، طعمه حلو قوي. شوية صغيرين منه، يعني الشوية صغيرين هيظبطوا لك كوباية محترمة يعني.
يعني في شاي كده لازم تحطي شاي كتير عشان تظبطي الكوبايه، فهنا الشاي ده طعمه حلو قوي يا بنات، فجربوه كويس قوي. الربع كيلو اللي هو 250 جرام عامل 45 جنيه، فانا جبت اللي هو 100 جرام دوت، طبعا على قد الميزانيه، فجبت ال 100 جرام ده كان عامل 26 جنيه. جبت الشهر اللي فات وكان طعمه حلو جدا، فجيبوه فعلا طعمه مختلف. هنا كمان جبت اللي هو بقى اللي هو الكورن فليكس دوت اللي هو بالشوكولاته بالفواكه. طبعا العلبة هنا كانت عاملة 4 جنيه، طبعا زاد جنيه مش مشكلة، بس يعني الحمد لله ان هو ما زادش اكتر من كده. وطبعا شوية كب كيك، النوع ده طعمه حلو قوي يا بنات. هو الواحدة عاملة 4 جنيه، بس طعمها مختلف وطعمها حلو جدا، وكمان في نوع بالفراولة طعمه حلو قوي. هنا كمان جبت اللي هو عبور لاند، لان جهينة انا بجيب اي حاجة بديلة، يعني المهم يكون النوع كويس، الجودة كويسة. فعبور لاند طعمها حلو قوي، اللبن بتاعه طعمه كويس، وكمان سعره على قد الايد شوية، فكان عامل 12 جنيه، فجبت منه 3 اكياس. وكمان جبت هنا كمان طعم جبنة مثلثات، كانت عاملة 18 جنيه وربع، اللي هي 8 مثلثات. هنا كمان جبت عبور لاند اللي هي الجبنة دي، اللي هي دي كمان بطعم الجبنة بطعم الجبنة الرومي. جبت واحدة من دي وكمان واحدة من دي، فكنت جايبة علبتين عاملين 30 جنيه. تمام، تعالوا معايا كمان شويه. هنا كمان جبت انواع يعني جبن كده بخليها تكمل معايا لحد الاسبوع. يعني على فكره انواع الجبن دي واللبن والحاجات دي انا بنزل يعني مرتين في الشهر، بجيب اللي هي اللبن والجبن وحلاوه لانشون، الحاجات دي بجيبها مرتين في الشهر. تمام كده. هنا كمان جبنه ريماس قشطه، طعمها تحفه يا بنات، طعمها النوع ده ريماس كيري، طعمها حلو جدا. السعر بتاعها الاساسي عامل 70 جنيه، وانا جايبه 120 جرام ب 8 جنيه و40 قرش. هنا كمان جبنه براميلي فلفل، السعر الاساسي بتاعها 120 جنيه، وانا جايبه 75 جرام ب 9 جنيه. هنا ريماس كمان ملح خفيف، السعر الاساسي 82 جنيه، جايبه 115 جرام ب9 و43 قرش. هنا كمان جبت سردين اللي هو AMR، لسه ما جربتهوش، بس قلت اجربه بدل التونه، يعني هم زهقوا بقى من التونه، فقلت اجرب لهم السردين ده. فكانت العلبه عامله 23 جنيه، على ما اعتقد الوزن بتاعها 125 جرام صافي. تمام كده. كمان هنا جبت حلاوه، هي الافوكادو. على فكره الحلاوه النوع بتاع الافوكادو ده حلو جدا، الحلاوه بتاعتها مش مسكره اللي هي السكران اللي تحسي لا يعني نفسك بتجزع منه كده، لا النوع ده حلو جدا. فلو لقيتوا الشركه دي، شركه الافوكادو دي طعمها حلو قوي، فجيبوها على ضمانتي بصراحه، طعمها حلو. فكنت هي سعرها 75 جنيه، وانا جبت 185 جرام ب 13 جنيه 88 قرش. تمام. كمان جبت هنا 4 زبادي جهينة، كان عامل 15 جنيه، اللي هو الوزن وزنه كام بص، هو مش باين وزنه، بس هو 75 جرام. تمام كده. طبعا الرنجة ما جبتهاش في العيد، يعني ما ظبطتش معايا في العيد، فجبت اللي هي رنجة هولندي، سعرها 100 جرام. السعر 100 جرام، 100 جنيه، الوزن 5 جنيه 5، الوزن 535. مش مركزه يا بنات والله العظيم، انا بصور بالليل على فكره، فاعذروني. الوزن 535، وكان اجمالي السعر بتاعها 53 جنيه ونص. تمام كده. الملح بتاعها الرنجة الهولندي دي ملحها خفيف وطعمها حلو جدا. كمان جبت اللي هو جلاش آلي اللي هو الغنيم، الكيس كان عامل 8 جنيه. مش عارفه بقى بصراحه وزنه كام، يعني هو وسط يعني. تمام، انا مش عارفه الوزن، مش عايزه اطول معاكم في الفيديو، بس هو يعني وزنها ممكن يكون 350 جرام. وطبعا لقيت السردين الامر ده، فكان عامل ده من اسواق العظيم، كان عامل الوزن ده هو سعره 99 جنيه 95 قرش، وكان الوزن ده 230 جرام، كان عامل 22 جنيه 99 قرش. تمام كده. وطبعا البيض كرتونة البيض كانت عاملة النهاردة 100 جنيه، بدل يعني هو كان نزل وبعد كده طلع وبعد كده نزل، يعني هو ما كانش محدد الاسبوع اللي فات على سعر، فكل شوية يطلع وبعد كده ينزل. فالحمد لله لما انا رحت لقيته ب100 جنيه، يعني رضا والحمد لله. وكده خلصت مشترياتي الشهرية، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.
ومع السلامة حبايبي في رعاية الله.